السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما شفتوا في الفيديو اللي فات اللي حكينا فيه كيفاش كانت بداية الحيوانات والأطوار اللي مرت بها، ومنها تطرقنا لنظرية التطور. هي من أهم المواضيع العلمية في القرن اللي فات وحتى القرن هذا. أهم وأكثر موضوع مطروح في الساحة الثقافية، وخاصة خاطر عنده تداعيات دينية. علاش؟ خاطر النظرية هذه تحكي على أصل الكائنات الحية، كيفاش تبدلت عبر الزمن، ومن بينهم الإنسان. على هذاك اخترنا نحكيه في الجدل هذا كل حيادية، باش نقربوا الصورة ونوضحوا المفاهيم للناس الكل. الموضوع هذا باش نقسموه على زوز حلقات. الحلقة الأولى باش نحكيه على الجوانب العلمية، مفهوم النظرية، شنو هو الدلائل متاعها، كيفاش نعرفوا اللي ثم تطور، وكيفاش أثر التطور هذا على الإنسان. ما بالنسبة للحلقة الثانية باش نحكيه على الجوانب الدينية، نشوفوا موقف الإسلام في الموضوع هذا. تبقوا معنا للآخر باش تعرفوا الحقيقة ونفهموا تفاصيل الموضوع. ما نعرفش كان سمعتوا بالخبر اللي صار آخر سنة 2023، واللي هو حيازة جائزة نوبل من طرف العالم السويتي بنتي بابو. الجائزة هذه كانت على خاطر الأبحاث والاكتشافات متاعه في الجينوم متاع أشباه البشر، ورحلة التطور متاع الجينوم البشري. إحنا الهدف متاعنا في الحلقة الأولى هو إنه نحكيو على الأفكار العلمية متاع النظرية، خاطر الناس اللي تتحدث عليها بمفهوم علمي حتى وإن عرضوها. إذا نعرفوش معناها التطور الساعة. التطور هو ببساطة إنه الأجناس المختلفة، سواء كانت نباتية ولا حيوانية، بما فيها الإنسان، تغيرت عبر الزمن. ثم زوز أنواع متاع تطور. أول واحد هو التطور الصغير، ميكرو ريفوليوشن، اللي هو التغيرات اللي تصير داخل نفس النوع. مثلا نحكيو على تطور الإنسان، تتطور عبر الزمن لكن ديما يبقى إنسان، كيف السمكة تتغير لكن ديما تبقى تابع الأسماك. بالنسبة للنوع الثاني متاع التطور اللي هو التطور الكبير، ماكرو ريفوليوشن، واللي هو إنه الأجناس تتطور عبر الزمن مع بعضها، يعني نوع يبدل الآخر. فهمنا؟ به شكون طلع بها الفكرة هذه؟ برشا ناس يظنوا إنه داروين هو أول واحد جاب النظرية هذه. تشارلز داروين اللي حكينا عليه في الفيديو اللي فات، هي بداية الحياة الحيوانية. أرجعوا له كان تحبوا تعرفوا أكثر في الموضوع هذا. أما في الواقع هي غلطة، ما هوش أول واحد، خاطر الفكرة متاع التطور قديمة برشا، ترجع حتى الأيام الأغريق. الفلاسفة الكبار كيما أرسطو وأفلاطون كيوا على تغير الكائنات الحية. ما مش الإغريق بركة زادة، حتى في الحضارة الإسلامية فما علماء كيوا على التطور قبل داروين بقرون، كيما الجاحظ زادة في كتابه الحيوان، اللي هو كتاب موسوعي فيه معلومات على 380 نوع متاع حيوانات. كان من أول الناس اللي لاحظوا إنه الحيوانات تتأقلم مع بيئتها، يعني إذا تغيرت البيئة، الحيوان أو النبات يا إما يتأقلم يا إما ينقرض. جاحظ زادة لاحظ إنه الحيوانات في صراع على البقاء، وإنه الكائنات اللي عندها صفات تساعد على العيش هي اللي تبقى وتورث الصفات هذيك للأجيال الجاية. الفكرة هذه قريبة برشا من نظرية داروين. عند الجاحظ بفترة جاو علماء تبناو الفكرة كما الفارابي والبيروني، حتى ابن خلدون زاد المعروف بالمقدمة متاعو، درس برشا علوم من تفسير وحديث وفقه، إضافة للعلوم الطبيعية. هو زادا كان يشوف إنه العالم ديما في تغير مستمر، مش الناس بركة، حتى البلدان الحضارات. أما كي نحكيو على البيولوجيا، قال إنه المخلوقات مترابطة بين بعضها، إنه فما اتصال بين الكائنات. هو قال بالحرف الواحد
أن نشاهد هذا العالم المليء بالمخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والإحكام وربط الأسباب بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض. وهذا يفسر إنه ابن خلدون فهم مفهوم التغير بين الكائنات، إنه بعضها ممكن يبدل بعض بمرور الوقت. حتى أخوين الصفاء اللي هما جماعة فكرية في العصر العباسي كان عندهم أفكار قريبة برشا من التطور. كانوا يشوفوا إنه الكون تطور بصيغة تدريجية، بمعنى إنه المعادن جات قبل النباتات، والنباتات جات قبل الحيوانات، والحيوانات جات قبل الإنسان. خاطر الإنسان كان يعتبر آخر مرحلة. يجي نرجع قبل شوية، حتى قبل داروين زيدا نلقاو إيزاموس داروين اللي هو جدو، أي السيد طلع الجدو. اتفق مع جان باتيس لامارك، كان عندهم أفكار على التطور. لامارك كان يظن إنه الكائنات تتبدل حسب الحاجة. مثلا الزرافة تحب تاكل أوراق الشجر العالية، على هذيك رقبتها تطويل. فيش تحكي يا عمي الراجل؟ حسيلو الفكرة غلطة. حفيدو اللي لاحظ إنه الكائنات اللي تتأقلم مع بيئتها تعيش وتتكاثر، واللي ما تتأقلمش تنقرض. وقال زيدا إنه في أي نسل ينجم يجي فرد مختلف على البقية. إذا الاختلاف هذا كان مفيد فإنه يتورث. وهذه هي فكرة الانتقاء الطبيعي. إيش معناها الانتقاء الطبيعي؟ هو إنه الطبيعة هي اللي تختار الأصلح، وما فيهاش البقاء الأقوى، البقاء للأنسب. داروين ما كانش يعرف تفاصيل الجينات، لكن بعد عقود تبين إنه التغيرات اللي تصير في الكائنات سببها طفرات جينية. إيجا نفسر لكم، كل خلية جسمنا عندها جينوم، واللي هي الشفرة الوراثية متاعنا. إذا صار فيها تغيير بسبب البيئة ولا أي عوامل أخرى، يتسبب في ظهور صفات جديدة. إذا النظرية تعتمد على 3 حاجات. أول حاجة هي التغيرات الجينية، اللي هي الطفرات اللي تتغير في الكائن الحي. ثاني حاجة الانتقاء الطبيعي، اللي تخلي الصفات النافعة تبقى وتتورث للأجيال القادمة. ثالث حاجة التكيف مع البيئة. واللي يخلي أنواع جديدة تظهر مع الوقت. شنو الأدلة اللي تدعم نظرية التطور؟ خلينا نتفقوا اللي أغلب العلماء يقبلوا النظرية هذه، وحتى العلماء المؤمنين بالله. علاش؟ على خاطر النظرية عندها برشا دلائل، ومنهم الأحفوريات اللي تبين تغيير الكائنات عبر الزمن، إضافة إلى التشابه الجيني، التطابق بين الجينات بين الكائنات الحية. نجيو للخلاصة متاع الحلقة الأولى، إنه النظرية هذه قوية برشا علميا، والهدف متاعنا هو إنه نفهموها مليح. في الحلقة الجاية باش نحكيو على تداعياتها الدينية من المنظور الإسلامي. نشوفكم في الحلقة الجاية. ما تنسيوش تخليوا أسئلتكم في التعليقات، اعملوا جيم واعملوا اشتراك، بارتاجيو الفيديو مع أصحابكم، واستنوني في الحلقة الثانية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.